السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بمتابعينا من كل مكان. معكم شيماء من قناة يوميات أسرة عصرية. بإذن الله فيديو النهاردة هنغسل فيه سطح البوتاجاز. بصوا الشكل، ما تنخضوش. انتوا شايفين شكل البوتاجاز عامل ازاي؟ ان شاء الله هنغسله دلوقتي بخلطة بسيطة جدا وسهلة، وان شاء الله هتشوفوا الفرق قبل الغسيل وبعده. انتوا شايفين شكله اهو، يعني سيبته يعني فترة كويسة كده عشان يبقى فيه مصداقية في الفيديو، وتشوف شكل البوتاجاز قبل وبعد التنظيم. دلوقتي انا جبت حله وحطيت فيها ميه مغليه. بعد كده طفيت البوتاجاز. دلوقتي هشيل الشبك اللي هو الشبك الحديدي ده، وهخلع عيون البوتاجاز بالشكل ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا هتشوفوها ان شاء الله بعد ما تتغسل. واحطها في الميه السخنه دي اهو اهو. الخمس عيون كلهم هشيلهم واحطهم في الميه السخنه المغليه. هضيف عليهم ايه بقى؟ هجيب عندي ده ملح الليمون، ده شكله لو محدش يعرفه هو موجود عند العطار او عند محل بتاع ادوات التنظيف. هاخد منه معلقتين كبار كده، وهاخد كمان معلقتين من كربوناته او بيكربونات الصوديوم. ده شكله برضو بيبقى ناعم كده، موجود برضو عند العطار او عند ادوات التنظيف. هاخد معلقتين، طبعا بيفور ده على طول اول ما يحط مع الميه. معلقتين كبيره كده، بيتفاعل مع ملح الليمون وبيحدث فوران. وهضيف كمان ده الخل الابيض بتاع الاكل عادي. هاخد مقدار كده ربع كوبايه. وممكن هضيف كمان اي منظف انت بتستخدميه بتاع المواعين، بريل او فيري او اي نوع. هحط شويه منه. خلاص كده الخلطه بتاعتي اهي. حطيت عيون البوتاجاز. الخلطه طبعا شايفين كل المكونات تفاعلت مع بعضها. هتنضفي وتشيل اي حاجه. هسيبها بقى لمده تلت ساعه وهنرجع نشوف هنعمل ايه. دلوقتي هبتدي اغسل سطح البوتاجاز عبال ما العيون تاخد وقتها تلت ساعه. انا جبت هنا جيب اي علبه او حاجه، وعملت نفس مكونات الخلطه اللي انا عملتها في العيون، اللي هي حطيت معلقه من البيكربونات، وحطيت معلقه من ملح الليمون، وحطيت خل، وحطيت كمان شويه بريل. ولما الخلطه هديت معايا كده هجيب سلكه ناعمه، وهبتدي اخد كده واغسل بيها سطح البوتاجاز. الخلطه دي جميله جدا واقتصاديه، يعني دلوقتي الكربوناتو والملح الليمون متواجد جدا. يعني لو جبتلك مقدار نص كيلو هيقعد معاكي فتره ورخيص جدا. يعني نص كيلو ب5 جنيه او ب6 جنيه تقريبا على حسب اختلاف المكان. هغسل انا دلوقتي سطح البوتاجاز، وبعد كده هنشفه بالفوطه وامسحها كويس قوي اهو. شايفين كده سطح البوتاجاز بعد غسلته ومسحته كويس بالفوطه ونشفته. دلوقتي الحمالات او الشبك الحديدي ده كمان هغسله بنفس الخلطه اللي عملناها سوا. وهمسك كده السكينه وببتدي ان انا لو في اي دهون بشيلها بالسكينه واغسلها كويس. ودلوقتي هغسل عيون البوتاجاز زي ما انتم شايفين اهي. همسك السلكه وابتدي كده اهو، هتنشال معايا بكل سهوله اهو زي ما انتم شايفين كده. خلطه سحريه في ثانيه هتنشال معاكي. هعمل فيها كده، ولو في اي حاجه بعملها بالسكينه، يعني لو في اي حاجه بتصعب معاكي حطيها كده بالسكينه، بس هي مش هتسهل ان شاء الله هتتنضف معاكي بكل سهوله. السلكه كده هتاخد عليها شويه بريل وتحكي كده هتطلع معاكي ان شاء الله، وترجع تلمع معاكي تاني زي ما انتم شايفين معايا بتطلع اهي. هنضف بقى العيون كلها كده. يبقى انا كده غسلت الشبك وغسلت العيون وسطح البوتاجاز، وبعد كده هنكمل نشوف هنعمل ايه. دلوقتي عيون البوتاجاز بعد ما اتغسلت ونشفت كويس، شايفين شكلها بقى عامل ازاي. اللي كانت سمرة اتغسلت ونضفت معايا. دلوقتي انا هغلفهم بورق الفويل. هجيب ورق الفويل وهقص على قد عيون البوتاجاز. هوريكم ازاي دلوقتي. وبعدين هبتدي افرغ هنا مكان ما الولعه بتطلع معايا
وبعدين باجي اركبها مكانها كده. هغلف بقى العيون كلها بالشكل ده. خلاص كده غلفت كل العيون وركبتهم، عيون البوتاجاز اهو بالشكل ده. كمان انا غلفت هنا الشبك الحديدي ده او الحمالات، اهي بتبقى شكلها حلو بتحافظ عليهم شويه يعني من الدهون. طبعا اللي هو جنب البوتاجاز اللي هي بطولها العيون دي ما حطيتش فيها. انا هركبهم بقى كده بالشكل الجميل ده. ركبتهم كده بعد ما غلفت. زي ما قلت انا ما بحطش هنا في الفواصل القريبه من العيون البوتاجاز، لان بتكونش فيها دهون زي في الاطراف طبعا، وعشان الولعه يعني ما تجيش فيها وتحرقها يعني. اهو شكلهم بيبقى لطيف جدا وجميل. بصراحه انا ما بحبش احط هنا على سطح البوتاجاز ورق فويل او الورق التاني، هو بيحميه لكن بيتبهدل بسرعه وبضطر ان انا اشيله وارميه. فانا احسن لي كده يعني لما بكون كده السطح على طول بالسلكه بعد ما اخلص المواعين مش عارفه ايه وامسحها، بتبقى افضل يعني. كده الشكل اهو زي ما انتم شايفين جميل. هغير كمان اللزقه دي، اللزقه اللي بتبقى على الازاز. خلاص كده انا خلصت البوتاجاز كله بالخلطه الرائعه اللي قلنا لكم عليها. وطبعا استخدمت كمان معايا فرشه اسنان قديمه لاي مكان بيصعب الوصول اليها يعني في التنظيف. زي ما انتم شايفين كده السطح بقى جميل جدا. وغلفت العيون وغلفت كمان الحمالات او الشبك او اللي هو الشبك الحديدي. وكمان غيرت الاستيكر اللي بيبقى على الغطا الزجاجي ده زي ما انتم شايفين، بس انا عملته لوحدي فمش مظبوط شويه. لو حد يمسك معاك يبقى افضل. انت كنت اشتريته في المشتريات اللي وريته لكم قبل كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم بقى ما تبخلوش علينا بالضغط على لايك وتكتبوا لنا كده كومنت حلو زيكم. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يدلك قبل بلوغ الآجل، يطول الطريق ويمضي الصديق، ولا شيء يبقى كحسن العمل.